باريس سان جيرمان يفتح الباب أمام رحيل مبابي بعد قراره. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة سكرين سبورت. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ بالتفاصيل، هل تتمنى تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي؟ وهل يمكنه قيادة الفريق والنجاح مع الفريق الملكي؟ شاركنا برأيك. فجرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أخبر النادي الباريسي بخطاب رسمي بأنه لن يجدد عقده مع بي اس جي ولن يفعل بند العام الإضافي في عقده. وتعرضت إدارة باريس سان جيرمان للصدمة عندما أخبرها مبابي بأنه لا ينوي التجديد. وداخل إدارة الفريق الباريسي أصبح هناك استياء كبير من الفرنسي، وعليه قدم باريس تحذير إلى مبابي إما التجديد أو بيعه هذا الصيف. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان تفكر في بيع كيليان مبابي بسوق الانتقالات الصيفية حتى لا يرحل بالمجان. مبابي أمام خيارين حاسمين في الأسابيع القادمة، هما تجديد عقده أو سيتم بيعه، خصوصا وأن عقده سينتهي بنهاية عام 2024 ولديه خيار التجديد لسنة إضافية، ويستطيع تفعيل الخيار وحده وليس للنادي الباريسي أي قدرة على إجباره. لذلك في حال إصراره على رفض تجديد العقد قد يدخل ريال مدريد لحسم الصفقة قريبا. ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية فإن مبابي أبلغ باريس سان جيرمان رسميا بأنه لن يفعل خيار التمديد لعام إضافي. وكان باريس سان جيرمان ومبابي يتناقشان منذ أسابيع حول عقد طويل المدى، ولهذا السبب فوجئ النادي بشدة اليوم بعد قرار اللاعب بعدم تمديد تعاقده. امبابي سئم من مشروع باريس الذي لم يتحقق حتى الآن، ولم يفز الفريق بدوري أبطال أوروبا كما تم وعده مسبقا، فضلا عن التدعيمات التي لم تجني ثمارها. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن امبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة نادي باريس سان جيرمان في وقت سابق. خطاب امبابي تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025 تحت أي ظرف من الظروف. ويتجه باريس سان جيرمان الآن إلى بيع كيليان امبابي هذا الصيف خوفا من مغادرته ملعب حديقة الأمراء مجانا. يشار إلى أن اسم كيليان امبابي دوما ما يظهر على طاولة ريال مدريد من حين إلى آخر. ليس ريال مدريد فقط من سيهتم بالتعاقد مع كيليان امبابي، حيث هناك العديد من الأندية التي ستفكر في شراء اللاعب الفرنسي في حال فتح باريس الباب أمام بيعه في الصيف الجاري. قبل أن نختتم نشرتنا لا تنسى الإجابة على السؤال والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، فضلا وليس أمرا.